مونبارناس مات خويا يا بويا برصاص قناص عنصري يا بويا وبالحقد أعمى. هذا المقطع اللي سمعناه لأغنية مونبارناس للمطرب المغربي الكبير عبد الوهاب الدكاني اللي طول عمره واللي شدو صحته، غناها على مقتل شاب جزائري في الثمانينات، كانت عنده آنذاك 19 سنة. الشاب هذا اللي شافوه واحد جوج مجندين راكبين في القطار، شافوه دم عربي أسمر يعني الحقد العنصري، وهما يتيروا فيه من الشرفة من نافذة القطار وقتلوه في ضواحي باريس في حي مونبارناس. وهنا جات الأغنية ديال عبد الوهاب الدكاني مونبارناس اللي ربما هي يمكننا أن نرددها الآن ونطبقها على مقتل الشاب الجزائري أو الشاب الفرنسي بالجنسية الفرنسية ولكن الأصول الجزائرية، الشاب نائل الله يرحمه ويرحم كل ضحايا العنصرية والميز العنصري. الأغنية رائعة، يبدأ مونبارناس مات خويا يا بويا برصاص قناص عنصرية يا بويا مات خويا يا بويا. علاش مات؟ لأن دمه عربي، دم أحمر، ذكرته عربي أسمر. يعني نظرة الفرنسيين لأبناء المستعمرات دائما كانت نظرة تحقيرية، نظرة دونية، وبالتالي كان تعامل الفرنسيين في الثمانينات الستينات السبعينات آنذاك كانت واحد الحدة ديال الميز العنصري في أوروبا رهيبة، وخاصة في فرنسا. يوميا تسمع مقتل بسبب عنصري، ما بال شيء كيقتلوا اللحف في نهر السين، يعني حوادث كثيرة. ولكن الأغنية هذه ديال عبد الوهاب الدكاني أغنية رائعة، كلمات لها دلالة يعني مؤثرة جدا. نسمعوا بعض المقاطع ديالها في هذا الفيديو. ويصف حالة المغترب في ديار المهجر أنه دائما غير مستقر لا اجتماعيا ولا مكانيا، يعني مطار يودعنا ويستقبلنا مطار. فعلا هذا هو حال المغترب. في الأخير يعني يوصي الوالدة ديالو يعني بشكل مؤثر جدا، يوصيها وصية اسمع ولا كتابي يا أما ورجع في الصندوق، لأن هادشي اللي كينتظروا. وصيك يا أما الله يفلي الولاد. فعلا مؤثر، والله لا مؤثر. مونبارناس مات خويا يا بويا برصاص قناص عنصري يا بويا وبالحقد أعمى تربى وعاش يكره الناس. وفي مونبارناس مات خويا يا بويا يا